الاكل غلي، الايجار غلي، البنزين غلي، ومرتبك زي ما هو. بس اللي محدش بيقولهولك ان دي مش موجة غلاء عادية وهتعدي، ده تحول اقتصادي حقيقي في كندا، والارقام الرسمية بتثبت ان الوضع اخطر بكتير من اللي احنا بنشوفه في الاخبار. الفيديو ده فيه حاجات مش هتلاقيها في اي مكان تاني، اتفرج عليه للاخر. قبل ما نغوص في التفاصيل، حابب اقول لكم حاجة مهمة جدا. الرحلة دي محتاجة صحبة، وعلشان كده احنا عملنا جروب للتليجرام. الجروب ده مش بس للاخبار، ده بقى زي العيله، بنتكلم فيه وبنشارك فيه كل حاجه مع بعض. لو عاوز مكان تتكلم فيه براحتك وتلاقي حد يسندك بمعلومه، الرابط هتلاقيه في الوصف، وبرضه ممكن تعمل سكان للكيو ار. خليني اسالك سؤال بسيط، امتى اخر مره وقفت في السوبر ماركت وقلت ده بقى كتير قوي؟ Too much. الاكيد انك مش لوحدك، ملايين الكنديين دلوقتي بيحسوا بنفس الاحساس ده. بس المشكله مش بس ان الاسعار زادت، المشكله ان في اسباب عميقه ورا كل ده ومحدش بيتكلم عنها بصراحه. النهارده هنفتح الملف ده من اوله لاخره، هنشوف الارقام الحقيقيه وهنفهم ليه ده بيحصل، وهقول لك ايه اللي تعمله دلوقتي علشان تحمي نفسك وعيلتك. الارقام الحقيقيه اللي محدش بيقولها لك. خليني أبدأ بحقيقة هتصدمك. كندا دلوقتي فيها تضخم غذائي أعلى من أغلب دول الجي 7، يعني من أغلب الدول الكبيرة في العالم كندا في المقدمة في غلاء الأكل. وده مش رأيي، الكلام ده كلام ستات كندا. الأرقام بتقول إن أسعار الأكل زادت أكتر من 5% في الشهور الأخيرة. بس الرقم ده وحده مش بيقول الصورة كاملة، علشان المرتبات في كندا ما زادتش بنفس الزيادة اللي زادت بيها الأسعار. يعني كل شهر أنت بتخسر جزء من قوتك الشرائية من غير ما تحس. فاكهة، خضار، لحمة، منتجات ألبان، كلها ارتفعت بشكل واضح في السنة الأخيرة، والكلام ده كله متوثق في تقارير رسمية. والرقم الأخطر جاي من منظمة بنوك الطعام في كندا. المنظمة أعلنت إن عدد الناس اللي بتيجي تاخد منها مساعدات غذائية وصل لمستويات قياسية عمرها ما اتشافت في تاريخ كندا كله. ناس شغالة، عندها بيت، عندها أولاد، بتلجأ لبنوك الطعام. ده مش فقر، ده ضغط اقتصادي حقيقي وصل لمستوى خطير. ليه كل ده بيحصل وإيه هي الأسباب الحقيقية؟ السؤال المهم، ليه؟ حسب تقرير بنك اوف كندا في 3 أسباب رئيسية هي اللي بتزود الأسعار. السبب الأول تكاليف الإنتاج. كل حاجة بتتعمل في كندا بقت أغلى، طاقة، المواد الخام، العمالة، والشركات بتحول التكلفة دي للمستهلك، يعني أنت اللي بتدفع كل الزيادة دي. السبب التاني تكاليف النقل. لما البنزين بيغلى الشحن بيغلى، ولما الشحن بيغلى كل حاجة بتوصل للسوبر ماركت بتغلى. ده مش حاجة نظرية، ده فعلا بيحصل دلوقتي. السبب الثالث سعر الفايدة. البنك المركزي رفع الفايدة علشان ينزل التضخم، بس النتيجة الجانبية ان الشركات الصغيرة والمتوسطة بقى عليها عبء اكتر، وده برضه بيتحول للأسعار، فبيزودوا كل أسعارهم. It's too expensive. معنى ايه كل ده؟ يعني المشكلة مش في سوبر ماركت واحد او شركة واحدة، المشكلة في المنظومة كلها. وفي حاجة تانية خطيرة محدش بيتكلم عنها. كندا كانت قريبة جدا من ركود تقني، يعني نمو الاقتصادي في السنة الأخيرة كان شبه صفر. دخل ثابت من ناحية وأسعار بترتفع من ناحية تانية، وإنت في النص بتتحمل الاتنين. المعلومة اللي محدش بيقولها لك. دلوقتي خليني أقول لك الحاجة اللي الإعلام الكندي ما بيركزش عليها. التضخم في كندا مش متوزع بالتساوي، يعني مش كل الأسعار بترتفع بنفس النسبة. اللي بيتأثر أكتر هو الأساسيات، الأكل، الإيجار، الطاقة، يعني الحاجة اللي الناس ما تقدرش تستغنى عنها أبدا في حياتها. والأخطر إن الناس اللي دخلها محدود أو متوسط هي أكتر الناس بتتأثر بالموضوع ده، لأن الجزء الكبير من دخلهم بيروح للأساسيات دي. It's too much. في سيناريو اقتصادي بيتكلموا عنه الخبراء دلوقتي، ان لو الوضع ده استمر زي ما هو لحد اخر 2026 ممكن نشوف موجة تضخم تانية، وده هيعمل ضغوط اكتر على الناس. ده مش تخويف، ده واقع لازم نكون مستعدين ليه. ايه اللي انت ممكن تعمله دلوقتي علشان تقدر تعيش كويس؟ طيب بعد كل ده ايه الحل؟ خليني اقول لك نصايح عملية للموضوع ده. اول حاجة، غير طريقة شرائك. التسوق الذكي مش معناه انك تاكل اقل، معناه انك تشتري بشكل مختلف. اشتري منتجات الستور براند، هي نفس الجودة بتاعت البراندات التانية بس بتبقى ارخص بنسبة من 20% ل 30%. لو جمعت الفرق ده في السنة هيدخلوا على ألوفات. تاني حاجة، استفيد من برامج الدولة.
في بروجرامز ومساعدات كتيرة للعائلات الكندية محدش بيسأل عنها، زي الجي اس تي كريدت أو كندا تشايلد بنفيتس، وبرامج تانية كتير. وتأكد إنك بتاخد حقك كامل لأنك بتدفع ضرائب. تالت حاجة، ابني emergency funds. مهما كان دخلك حاول تبني احتياطي مالي ولو صغير. Save your money. لو الوضع الاقتصادي ضغط عليك هتلاقي حاجة تقدر تساعدك. رابع حاجة، تنويع مصادر الدخل. كندا دلوقتي سوق السايد كام فيها كبير جدا، الفريلانسنج، ديليفري، اي حاجة بتزود دخلك الشهري ولو ب $500 بتغير حياتك. خامس حاجة، مراقبة الاسعار. في تطبيقات زي فليب وريبي بتخليك تقارن اسعار سوبر ماركتس قبل ما تروح. في ناس بتوفر من 200 ل $300 في الشهر على التطبيقات دي. احنا كعرب في كندا جينا هنا بعد تعب وتضحيات كتير، ومش معقول بعد كل ده نسيب الوضع يمشي من غير ما نتكيف ونتعلم. كندا لسه من احسن البلاد في العالم اللي يعيش فيها، بس لازم تعرف تلعب اللعبة صح. لو الفيديو ده فادك شاركه مع اي واحد عربي عايش في كندا، ممكن تكون بتساعده من غير ما هو يعرف. وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر حاجة حاسس انها بتأثر عليك دلوقتي، الاكل ولا الايجار ولا البنزين. وما تنسوش تشتركوا في القناة، كل اسبوع في محتوى جديد عن كندا يهمك فعلا. واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.